ناقش وفد مؤسسة رسالة السلام برئاسة الأستاذ مجد طنطاوي المدير العام للمؤسسة أهداف المؤسسة ورؤيتها المرتكزة على القرآن الكريم، وذلك خلال لقاء مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز بايندر رئيس وقف السليماني ودلك عقب جولة تفقدية قام بها الوفد في مقر الوقف. وشهد اللقاء اجتماعا موسعا تناول عددا من القضايا الفكرية والدينية، وفي مقدمتها قيم القرآن الكريم وآياته البينات ودوره في معالجة أسباب الخلاف بين أبناء الأمة وتعزيز وحدة الصف وترسيخ قيم السلام والتعايش ونبذ العنف والإرهاب والتطرف. وأكد مجد طنطاوي أن العودة إلى القرآن الكريم وقيمه ومبادئه تمثل أساسا مهما في مواجهة مظاهر الانقسام والتشدد، مشددا على ضرورة استلهام ما جاء في القرآن من قيم إنسانية وتشريعات ومبادئ سامية، والاحتكام إليها في معالجة القضايا التي تواجه المجتمعات والأمة. كما تناول النقاش أهمية تعزيز الخطاب القرآني القائم على السلام والرحمة والعدل، بما يسهم في بناء جسور التفاهم والحد من أسباب الصراع وترسيخ ثقافة الحوار ونبذ الكراهية والعنف. وأكد طنطاوي أن القرآن الكريم ينبغي أن يظل المرجع الأساس في استلهام القيم والمبادئ التي تهدف إلى إصلاح الإنسان والمجتمع، مع التأكيد على تصون النص القرآني عن التأويلات التي تخرجه عن مقاصده وقيمه الأصيلة. ويأتي اللقاء في إطار اهتمام مؤسسة رسالة السلام بتعزيز الحوار حول القيم القرآنية ودورها في تحقيق التقارب بين أبناء الأمة ونشر ثقافة السلام ونبذ التطرف والعنف.